لا انا عايز حد يقنعني. اقنعني التوقعات بتاعتي هتفضل معنداني لحد امتى؟ هو انا كل لما اتوقع فريق يخسر، انجلترا امتى هتاخد اليورو؟ يعني 2020 خرجت من النهائي قدام ايطاليا، دلوقتي بتخرج من النهائي قدام اسبانيا. يعني انجلترا امتى هتاخد اليورو؟ 2020 خسرت من النهائي قدام ايطاليا، دلوقتي خسرت من النهائي قدام اسبانيا. امتى ممكن تاخد البطوله؟ بجد يعني انا مش فاهم، هو هاري كين ده في حاجه؟ يعني ده لدرجه ان هو راح الدوري الالماني خسر البوندسليجا اللي عمرهم ما بيخسروه. طب انا امتى التوقعات بتاعتي هتظبط؟ ما هي كل حاجه ليها اول مره. اشمعنى عند انجلترا وهاري كين بتيجي تقف؟ ما المفروض تبقى اول مره يعني ياخدوا اليورو، كل حاجه بتقول ان هي تاخد اليورو. فرقه اتقل المفروض بالاسامي، فرقه اتقل يعني ساوث جيت المفروض عامل معاهم شغل حلو، ليه مش عارفين ياخدوها؟ ولا انا عشان توقعت انجلترا خلاص بقى خلاص لازم اسبانيا؟ طب كنت اتوقع اسبانيا، كنت اتوقع اسبانيا، هو ده الحل يعني. لو توقعت اسبانيا لعنه هاري كين كانت هتتفك. يعني هو العيب فيا انا ولا العيب في هاري كين ولا العيب في ساوث جيت ولا العيب في مين بالظبط؟ اصل انا مش فاهم يعني. انا مش مقتنع لحد دلوقتي ان انجلترا كده خلاص خسرت بجد والله. 2 يورو نهائي يخسروا. طب انا اليورو اللي فاتت ما توقعتش، المره دي توقعت قلت ها بقى يعني خلاص الدور هتاخدها. ما هو يعني لو ما خدتهاش المره دي مش هتاخدها، ما خلاص ما فيش. خلينا نتكلم شويه فنيات، نتكلم فنيات. روح دوس لايك وسبسكرايب في السخان وتعالى بقى اما نتكلم فيها. لو هنبدا بالشوط الاول كان باين جدا سيطره اسبانيا في كل حته في الملعب، كانوا خانين جدا على انجلترا، مش مخلينهم حتى يمسكوا الكره لمده ثانيتين. فكره الطلوع بالكوره من عند انجلترا كانت صعبه جدا، خصوصا ان هم كانوا مصممين يطلعوا من القلب. وعلى الرغم ان انجلترا كانت فاتحه الملعب جدا من الاثنين الاطراف سواء ساكا او لوك شو، بس برده الملعب كان مخنوق، ما كانوش عارفين يعملوا حاجه. ده كوره كنت بتشوف في الثلث الاول بتاع انجلترا ساكا وفودين وبلينجهام الثلاثه كده بيكونوا جنب بعض مش عارفين يخرجوا بالكوره. يعني لو عندك بلينجهام وفودين وساكا الثلاثه دول مش عارفين يخرجوا بالكره من نص الملعب، مين اللي هيخرج بيها؟ وعلى الناحيه الثانيه منتخب اسبانيا كان بيمارس الضغط بشكل اعلى من العالي على منتخب انجلترا. كان كل لعيب يستلم الكره من عند انجلترا يلاقي على طول 2 3 في ظهره من عند منتخب اسبانيا. ما كانوش عارفين يعملوا حاجه، كانوا مخنوقين مش عارفين يتنفسوا. ورغم ان الضغط ده ما ترجمش لاي هدف ولا حتى لاي فرصه خطيره طول الشوط الاول، الا انك مش هتشوف اي فرقه كانت بتلعب كره الشوط الاول غير منتخب اسبانيا. انا عايز اقول لك انا فاكر ان تقريبا لحد الدقيقه 17 انجلترا ما كانتش عارفه تعدي نص الملعب. انا شايف الدقيقه 17 اسبانيا واقفه في نص ملعب انجلترا، سواء هي معاها الكوره او مش معاها الكوره، الملعب كله حاوت كده عند منتخب انجلترا. وتقريبا الوحيد اللي كان باين الشوط الاول هو نيكو ويليامز. يمين يامال كان مختفي الناحيه الثانيه، تقريبا ما فيش اي حاجه عملها الشوط الاول. ان لوك شو كان متالق جدا على المستوى الهجومي وعلى الدفاعي، مع ان لوك شو انت شايف حجمه عامل ازاي، بس كان عامل ماتش على يمين يامال طول الشوط الاول ما خلاهوش يعرف يلمس كوره. على الناحيه الثانيه بقى نيكو ويليامز كان مدلع ووكر، على الرغم ان ساوث جيت كان بيلعب 3-4-3 عشان يقفل على نيكو ويليامز بوكر وساكا، بس برضه نيكو ويليامز ما كانش حد عارف يلمه. كل هجمات منتخب اسبانيا الشوط الاول تقريبا كان عن طريق نيكو ويليامز، ده هو عمل لوحده الشوط الاول بس بتاع 4 5 هجمات. ويمين يامال طبعا كل الناس عماله تقول هو مختفي ليه؟ غالبا كده يمين يامال كان عنده رهبه من ماتش النهائي، برضه السن ليه احكام. ده غير كمان ان كارفاخال ما كانش بيزيد معاه قوي على عكس كوكوريا الناحيه الثانيه اللي كان دايما بيزيد مع نيكو ويليامز. ده غير برضه ان لوك شو زي ما قلت لك كان رخم قوي على يمين يامال وما كانش مخليه يعرف يعمل حاجه. الناحيه الثانيه برضه ساوث جيت اخطا فساعد ديلافونتي في اللي هو كان عايز يعمله. ساوث جيت قتل النص الهجومي بتاعه من اول لما شفت الخطه بلينجهام محطوط وينج شمال، وانا عرفت ان خلاص الكره مش هتعرف تخرج من نص الملعب. يعني ايه بلينجهام اللي بقاله موسم متالق في نص الملعب انت جاي تحط لي في ماتش النهائي وينج شمال؟ انت كده ضربت انجلترا في مقتل، خليت نص الملعب بتاعك خلاص فاضي. حتى لما كان بيستلم الكوره بلينجهام مش موجود عشان هو اللي يخرج لك من نص الملعب. هتلاقي بلينجهام ميت في الناحيه الشمال خالص قدام خالص كده، اللي الناحيه اصلا ما بتوصلوش الكوره. ولما وصلته الكوره مرتين ثلاثه عرف يتصرف وينقلها لبوكايو ساكا الناحيه الثانيه في المساحه الفاضيه، عشان هو جه بعد نص الشوط الاول هو اللي راح عن نفسه شويه لنص الملعب، لان هو ما كانش ليه اي وجود في الملعب طول الشوط الاول. ده تقريبا ملخص اللي حصل الشوط الاول. اسبانيا هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي مستحوذه، هي اللي بتهاجم، وانجلترا ورا بتدافع. نيجي بقى للشوط الثاني وكل حاجه هنا اتغيرت. ومن اول دقيقه في الشوط الثاني والناس لسه حتى بتجيب كوبايه الشاي، لسه حتى ما لحقناش نتفرج، ونلاقي يمين يامال افتكر مره واحده ان هو في ماتش النهائي وان هو في ملعب برلين الاولمبي. خد الكوره من عن طرف اليمين خالص وقعد يخش جوه للقلب 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 لحد ما لقى نيكو ويليامز فاضي، حط له حته اسيست، ونيكو ويليامز ما بتوصاش رزعها على طول، والنتيجه بتبقى 1-0 في الدقيقه 45 وشويه. ومجهود نيكو ويليامز طول البطوله عموما في الماتش ده يتوج بالهدف الغالي ده. ومن بعدها انجلترا شويه شمت نفسها وبدات تلعب كوره، لان اسبانيا حتى في كل الماتشات اللي فاتت اول ما بتجيب جول وبتتقدم بترجع تستقبل اللعب. ومن هنا بقى بدات انجلترا تمسك كوره وتلعب شويه، بس برضه عندها نفس المشكله ان نص الملعب فاضي، عندك بلينجهام وينج شمال وعندك الاثنين على اليمين فيل فودن وبوكايو ساكا مش عارفين، هم ملخبطين بعض ومش عارفين يلعبوا. ومره انا عايز اتكلم على بوكايو ساكا معلش، عشان بوكايو ساكا ده انا حاسه اوفر ريتد قوي في البطوله دي. بوكايو ساكا تقريبا انا اسوأ ماتش شفته ليه في حياتي، خرب وزفت، ما كانش عارف يعمل اي حاجه بجد. يعني
يعني اسوأ اداء فردي في البطوله، بقى ده اللي كاسر ال 100 مليون قيمه تسويقيه في الدوري الانجليزي. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ انا عارف ان اداؤه في الدوري الانجليزي جامد وكل حاجه، بس اتفرج عليه في النهائي النهارده ما كانش ليه اي وجود. ده كان على الفريق، ده يستلم الكوره يقعد يجري ببطء 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 لحد ما لعيبه اسبانيا كلها ترجع، ويقوم مرجع الكوره لكايل ووكر، ما كانش بيعمل اي حاجه. وهنا بقى قرر يدخل ساوث جيت بالتغييرين بتوعه اللي احنا حافظينهم وكل الناس عارفه ان هو هيعمل. اول تغيير قام مطلع هاري كين، يمكن هو اللي كان منحس الفريق ومنزل مكانه اولي واتكنز، وتاني تغيير قام مطلع ماينو ومنزل مكانه بالمر. ومن هنا انجلترا بقى ليها شكل هجومي كويس لما بلينجهام بقى يرحل نفسه في نص الملعب. اي نعم برضه انت حليت المشكله بمشكله ثانيه، ان انت بقى عندك الوينج الشمال فاضي خالص، ولما انجلترا بتعوز تجمع اللعب على الناحيه اليمين وتنقل على الناحيه الشمال اللي هي فاضيه ما بتلاقيش عندها غير لوكشو بس. يبقى انت كده عندك بلينجهام في نص الملعب، وعلى الناحيه اليمين في الفودن وبوكايو ساكا وبالمر، والناحيه الشمال ما فيش فيها اي حد. لكن برضه تجميع اللعب على الناحيه اليمين فرق في الاخر، والكره اللي اتلعبت لساكا مرتده اللي برضه كان بطيء فيها جدا في التحول الهجومي باصاها لبلينجهام وحشه جدا، وبلينجهام قعد يمحر فيها بالعافيه لحد ما اداها لكول بالمر، وكول بالمر هنا ما بيتوصاش وما بيفكرش مرتين، قرر ان هو يرزعها على طول ويركنها، وبيجي الجول الاول بيبقى تعادل لانجلترا. وانجلترا بعدها فضلت تحاول تضغط شويه يمكن تجيب الجول الثاني وتستغل الحماس، لكن بعدها بدقيقتين اسبانيا رجعت تمسك كره ثاني وابتدت انجلترا تستقبل اللعب، خصوصا بعد خروج موراتا ونزول اوريزابال، اللي مع نزول اوريزابال تقريبا الثلاثي الهجوم الثلاثه كانوا بيتحركوا باريحيه. يعني هتلاقي نيكو ويليامز بيخش في القلب، يمين يامال بيروح على الطرف الشمال، يعني الثلاثه كانوا بيلعبوا كده منسجمين مع بعض، وقعد الضغط من هنا شويه على هنا شويه لحد ما كلنا قلنا ان خلاص داخلين على اشواط اضافيه، لحد في الدقيقه 86 بكره ما حدش عامل حسابه عليها كوكوريا بيعمل عرضيه حلوه قوي لاوريزابال بيحطها في الجول، ومن هنا خلاص الماتش بينتهي وكلنا عرفنا ان مفيش اشواط اضافيه وانجلترا مش هتعرف تجيب جول تاني، واسبانيا قدرت تفوز بالبطوله بصراحه بعد اداء مستحق جدا طول البطوله. وفي الماتش ده اسبانيا كانت الاكثر تسديد على المرمى، 6 تسديدات مقابل 4 بس لانجلترا، والفرص الخطيره كانت 5 مقابل 2 بس لانجلترا، حتى الاستحواذ في ماتش النهائي كان 65 لاسبانيا و35 لانجلترا، حتى الباصات كانت 500 لمنتخب اسبانيا مقابل 229 بس لانجلترا، يعني التفوق كان كاسح لاسبانيا في اي حاجه تخص الماتش. انجلترا بس ما هجمتش غير كام هجمه معدودين على صوابع الايد، فبصراحه اسبانيا هي الاحق والاقدر ان هي تفوز بالبطوله دي. وبما ان انا طبعا قعدت اصيح في الاول على فيديو توقعات واقول لكم انجلترا هي اللي هتكسب وهاري كين هيتفك النحس بتاعه وبلينجهام هو اللي هياخد البالون دور، احب اقول لك دلوقتي بمنتهى البساطه انت عرفت خلاص مين بطل الكوبا، لان فيديو التوقعات بتاعي لو انت ما شفتوش انا قلت فيه ان كولومبيا اللي هتاخد الكوبا، وطبعا كده رسميا خلاص الارجنتين هي اللي بطل. فيا بخت المشجع الكتالوني عنده هنا يمين يامال خد البطوله وعنده هنا ميسي خد البطوله، يعني اي واحد عبابسي دلوقتي طاير من الفرحه، واي واحد حمدوني زيي يعني يستخبى في اي حته. فبما انك فرحان يعني فروح اعمل لك سبسكرايب في السخان، ولو انت زعلان زيي فواسيني برضه روح اعمل لك سبسكرايب في السخان. بشوفكم بقى بعد نهائي الكوبا وهصيح تاني وتشاو اميجوز يا معلمين.